السلام عليكم متابعين، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله زينين. اليوم جينا لكم فيديو. سويت اليوم خبز ولا تنور ولا كل شيء. تعالوا شوفوا طريقتي، واصلا اني ما عندي تنور. وتعالوا شوفوا طريقتي. هذا طحين خليت تقريبا 1.5 كيلو. خمرة هاي فورية خليت مي دافي، راح اعجنهم. شكو مرة عراقية ما يحصاها شي. وتعالوا شوفوا طريقتي وين خبزت. الحمد لله طلع خبز فد شي. وهنايا خليت الملح حسب الرغبة، يعني تخلون عنكم ميزانكم. وهنا أنا ظليت أعجن بيها على مود تصير عندي عجينة تمام. وكل ما تعجنين بيها أكثر وأكثر تطلع عندك خبز تخبل. وهنايا وخلصت العجينة خليها ترتاح وتختمر. هاي غطيتها هنا بهذا الخالي مالت المطبخ، وخليتها بهاي الفنجانة، فنجانة كبيرة. وهسه اتجهت إلى الكيكة. طلبوا من عندي أطفالي كيكة، فتعالوا شوفوا طريقتي. هاي بيضتين أنا مسويتها بالقناة، فحبيت أشارككم الكيكة مالتي. اليوم طلبوها مني أطفالي، كيكة شاي أو كيكة العصرونية. وهاي المكونات مالتها: بيضتين، كوب شكر أسويهم بهاي الخفاقة. المكونات مالتها: بيضتين، كوب حليب، كوب شكر، 2.5 كوب طحين، نص كوب زيت نباتي، ونص كوب نشا مال الذرة، وكيس فانيلا، وكيس كمباودر، ورشة ملح تقريبا خاشوقة مال شاي. خليت ضروري تخلون الملح. وابقوا وياي حبايبي، كمل الفيديو للنهاية. وهاي المكونات راح اخلي الزيت، هذا نص كوب عندي خليته، وهذا الحليب دافي، وغلاس واحد حليب خليت. وهذا حطيت الطحين 1.5 كوب هذا، وكيس الكمباودر هم راح اخليه ويا الطحين انخله. والنشا مالت الذرة هم خليته. وهذا الكوب هم صار عندي 2.5 كوب طحين ونص كوب نشا. ادخلهم بهيج طريقة على مود يصير عندي الكيكة. وهذا الكيس الفانيلا هم خليته، وخاشوقة مال شاي ملح. راح اتركهم بالخفاقة زين واخليهم بالفرن.
وهسه هذه العجينة اختمرت عندي، راح اشنقها. وتعالوا شوفوا طريقتي وين راح اخبزها. وهاي خليت هنا صينية على الطباخ فافون وخبزتها، وفتحت الفرن بس الفوق، وشوفوا من جوا استوت ما شاء الله. راح اشيلها، راح اخليها وين بالفرن. شوفوا ما شاء الله. وسهمكم الف الف عافية.